مصر حتى اليوم فيها مئات الآلاف من السوريين، وفيها مليون لاجئ سوداني على الأقل، وعشرات الآلاف من إثيوبيا وأريتريا واليمن والعراق و50 جنسية أخرى، ولا واحد منهم سكن في خيمة، ولا واحد منهم سكن في خيمة. السوريون أقاموا في خيام في لبنان وتركيا والعراق والأردن، ولكن في مصر دخلوها آمنين وسكنوا في البيوت وبين الناس واشتغلوا وعاشوا بكل تكريم واحترام. اللي كان يهرب من بلده لأسباب سياسية كان يجي على مصر. كل الفنانين السوريين الكبار الرواد صاروا رواد وكبار لأنهم جاءوا إلى مصر. نحكي بالأسماء: أبو خليل الأباني رائد المسرح العربي، فريد الأطرش وأخته اسمها. مصر هي الملاذ الآمن، كانت سابقا وحتى اليوم، هي العرين الحصين لكل عربي. مصر دائما درعا راسخا لنا لا يتزحزح، وإن أقرت صلحا أو اختارت سلما. وكما روى عن مصر الإمام مسلم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. سلام.